بص يا سيدي، أدوية عند حضرتك سواء كانت شرب أو إقراص، تأكد إن أنت مخزنها في غرفة درجة حرارتها لا تزيد عن 25 درجة مئوية. ينفع أخزن يا دكتور الأدوية في المطبخ؟ لا. في الحمام؟ لا. كل الحاجات دي ممكن درجة حرارتها تبقى أعلى من 25 درجة، وكمان في الحر اللي احنا فيه ده تبقى أكتر من كده بكتير. طيب نعمل إيه؟ يبقى أوضة دايما فيها هواء، فيها مروحة، فيها تكييف، أوضة دايما متهوية. الصيدليات معمول ليها فتحات تهوية بنسبة كبيرة من مساحتها، فعشان كده التهوية في الصيدلية بتبقى أفضل من أي بيت. طيب أنا ما عنديش الحكاية دي، أو عندي كل الدنيا كاتمة أو كل الدنيا حر، يبقى على التلاجة على طول. أي أدوية في إيدك على التلاجة على طول. خد بالك من الأدوية الشرب اللي بتتحل بالمية، أو الأدوية الشرب العادية بتاعة الأطفال أو بتاعة الكبار، لونها غير، ريحتها غيرت، في الزبالة، حتى لو لسه انت شاريها امبارح او من دقيقتين. لازم الحقن بتاعت الانسولين او اي حقن بتتحط في التلاجة، او اي قطرات عيون، لان في بعض قطرات العيون اللي بتتحط في التلاجة، ركز كويس واقرا على كل عبوة بتتخزن في درجة حرارة قد ايه. لو النور بيقطع عندك كتير لازم تبقى مجهز اكياس تلج، وتشيل الادوية بتاعتك او الحقن او القطرات اللي بتتحط في التلاجة، تشيلها في كيس، وتبقى عليها كيس التلج اللي انت محضره لو هتتنقل من مكان لمكان، او لو النور بيقطع عندك فترات طويلة. وربنا يعافيكم يا رب من كل شر.